أحلى صوت بالعالم، بتمنى أسمعه على طول بالمكتب. لك أكل شو يا رنيم؟ أكل شو؟ ليش عم بتذكر الأكل من كتر الشغل؟ بتمنى أشوفك؟ لك هذا سؤال؟ إذا شباك لباك رنين بين إيديك. أنا اللي شباكي لباكي نبيل بين إيديكي. حبيت فاجئك. شو في أحلى من إنه الملائكة تفاجئك بزيارة؟ أول شي خجلتني. تاني شي بقى والأهم. أيوة. حاجتني حكي على الموبايل. ألو ألو رنيم؟ رنيم؟ رنيم وين رحتي؟ أي ريحة حلوة ساقتك لعندي. ريح الشوق، اشتقت لك كتير كتير. أيوة حلو حلو. هاتي من الآخر غيره. وجبت لك معي الهدية. مقبولة يا سيدي، هي أول دفعة نزلت على السوق من منتجات المصنع بعد شراكتنا. دوق لشوف. الله وبدي دوق. أنا هي رح حطها هيك صورة ببرواز وطلع فيها. شوفي المنطقة وين؟ هون مشان أنا أشوفها هي. شغلة تانية، قلت لحالي بعزمك على العشاء، بستغل الفرصة لأنه رامي حكى معي مباشرة قبل ما أجي لعندك. طمنيني. رامي راجع بعد بكرة وأنا وياك رح نستقبله. يا الله يا نبيل، مو مصدقة إنه رامي راجع. بس بتعرف، ما بعرف كيف حسيت صوته، في شي مو طبيعي. سألته شو بقى، قال لي مرشح وتعبان، بس ارجع لعندكم إن شاء الله برتاح وبنسى كل التعب. فأنا قلت له هي وينك؟ وين شارد يا حبيبي؟ تاركني عم بحكي مع حالي مثل المجانين. لا بس كنت عم فكر، يا ترى رامي رح يحبني مثل ما بتحبيني؟ حبيبي اطمن، ما دمت أنا بحبك أكيد رح يحبك. نبيل حبيبتي اهدي. يعني شو؟ رامي ما استفاد من العلاج؟ يعني ضل مشلول؟ تماسكي وخلينا نستقبله منيح.